السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى مطبخ تعلمي واعملي بايدك. نعمل النهارده الصابليه، حاجه كده بسيطه وناعمه ورقيقه من ضمن حلويات العيد. عندنا هنا في العجان 300 جرام زبده بحراره التلاجة، يعني ولا ساقعه قوي ولا دايبه خالص، يعني ماسكه نفسها لسه. وعندنا هنا كمان الدقيق 175 جرام، قصدي سكر 175 جرام سكر بودرة اهو، برضو منخول وتمام التمام. هنضرب بس نفك الزبدة شوية صغيرين ونبتدي نحط السكر. تمام. نحط السكر 175 جرام، و 300 جرام زبدة عليهم 175 جرام سكر. كده الزبدة اتضربت، شايفين ناعمة ازاي؟ هنبتدي نحط الفانيليا، كيس فانيليا واحد لانهم بيضتين بس، وهنحط البيض اهو الاتنين، ونبتدي نضربهم كويس مع بعض برضو تاني. كده خلاص تمام، شايفين عامله زي الكريمه خالص، شايفين وفنشه وجميله مية مية. هنبتدي نحط الدقيق. على فكره الدقيق ده 650 جرام ومحطوط عليه ذره ملح. تمام، متحطش عليه كربونات ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه يعني. تمام. هنبتدي نحط نص المقدار الاول زي ما وريتكم قبل كده. حطي نص المقدار بتاع الدقيق ونضرب، وبعدين نبقى نكمل بقيه المقدار. شايفين العجينه مش بتلزق لكن تمام التمام، شايفين ناعمه خالص ازاي. هنطلعها ونبتدي نعمل اوريكم ازاي نقطعها. شايفين هنبتدي بس نلمها عشان في دقيق لسه اللي هو ده هناخده كده، متسيبيش حاجه لان ما بتقللي المقدار في اي حاجه ما بيبقاش مظبوط. شايفه اهو، طلعوا تحطيها في التلاجة بس شويه عشان ده كلها زبده فلازم تمسك شويه ببعضيها. ناخد لها زي ربع ساعه في التلاجة وارجع لكم تاني. انا رجعت اهو، خدت من هنا حته هنعملها بالكاكاو. دي معلقه كاكاو لازم تنخليها عشان الكاكاو بيبقى متكتل على بعضه يعني اهو. تمام. ونبتدي نعجنها مع بعض، يعني بتدخليهم في بعض مش عجن، دخلي اللون. بصي تعملي صوابعك زي المقص، شوفي كده كأنك بتقصي حاجه، بس عشان ما ينشفش منك. انا الرخامه بتاعتي اصلا نظيفه. دي ندخلها ببعضيها كده. على فكرة ممكن تسيبيها وهي مموهة كده، ممكن تخليها السمرة خالص، يعني اللي يعجبك انتي.
تمام كده خلاص اهي. ايه رايكم؟ تمام. ادي بالشوكولاته. هنا بقى دي لون احمر، وعندنا ده اسمه سكر حلويات. حطيت معلقه صغيره منه، ودي ريحه الفراوله علشان ندي اللون الاحمر، والطعم كمان يبقى فراوله، تبقى جميله يعني معاكم وشكلها حلو، والاطفال بيحبوا الحاجات الملونه عموما يعني. برضه انزلها على الرخامه اسرع. دي الوان صحيه تتجاب من عند مستلزمات الحلواني او من عند العطار. قولوا له عايزه لون احمر هيديكي. وريحه الفراوله طبعا موجوده برضو، في ريحه موز تقدري تعملي بريحه الموز، بريحه الخوخ، اللي يعجبك. ادي لون احمر شايفين اهو، عجينه سلسه وجميله وطريه اهي، شايفين طريه خالص. وريحه الفراوله بقى قلبت المطبخ اهي. هشوف بقى هنقطعهم ازاي مع بعض. ورجعت تاني خدت حته جبنه ورق زبده، او عندي كيسين من بتوع المطبخ ممكن تفرديهم براحتك، تحطي عليهم العجينه تمام، ونبتدي نفردها. تفرديها بايدك بالنشابه اللي يعجبك، اللي موجود عندك، ما تعطليش نفسك. شايفين ده السمك اللي احنا المفروض نعمله السمك ده، شايفين ما يبقاش ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني يبقى كله بسوى ايه بعض. ماشي. حاسه اللي في النص شويه تخينه، فانا ايه برقيها شويه. تمام. عندك بقى القطاعات الشكل اللي انت عايزاه اعمليه. عندك هنا نجوم، عندنا نجوم، عندك قلب، ورده، اللي يعجبك يعني. انت شوفي الحجم اللي انت ايه بتحبيه واعمليه. مثلا نعمل كده، على فكره دي ما يخشش الفرن لما تدخليه في التلاجة الاول، يعني تعملي الصينيه وتدخليها فين؟ في التلاجة. تعملوش تخين قوي علشان ما يبقاش رخم معاكي، لو حبيتي تلزقيه ببعضه ماشي. نبتدي نطلع. المهم خليكي وانتي بتطلعيه رقيقه معاه يعني، علشان هو من البسكوتات اللي هي الناعمه جدا ما بتستحملش. صينيتك مفروش فيها ورقه زبده عشان ما يلزقش، عشان لو حطيتي من غير ورقه زبده مش هتعرفي تطلعيه. شايفين الشكل في منتهى الجمال والله، وريحه جميله. على فكره انا عملت بريحه الموز برضو، ده بريحه الفانيليا عادي اهو. شايفين السمك اهو، شايفين التوريقه دي بيبقى جميل جدا وخفيف زي بسكوت النواعم كده، بس هو صابليه طبعا مش بسكوت، يعتبر من البسكوتات برضو اهو. خلص الكميه ارجع لكم تاني واوريكم الاشكال اللي انا هعملها. العجينه اما تفيض منك كده اوعي تعجنيها، اوعي تعجنيها، بتلميها بس على بعضيها كده وترجعي تحطيها تاني وترجعي تفرديها اهو. ترجعي تفردي، تتفرد معاكي تمام مفيش مشكله، وتبتدي تقطعي برضو التقطيعات اللي انت عايزاها. اشوفكم بعد ما اخلص.
هنيجي بقى نلزق. انا عملت شويه، هي خلاص كده خرجت من الفرن. شايفين التسويه جميله ازاي؟ طيب هنبتدي بقى نلزقهم. انا عملت شويه بس قلت اوريكم. عندك شوكولاته بيضه، مربى، اللي يعجبك. شوفي انت عايزه تلزقي بايه. شوكولاته بيضه، شوكولاته بني، سودا اهي. تعملي بقى الشكل اللي انت عايزاه. تمام اهي. حطها مثلا كده في الشوكولاته البيضه. خلاص حطيها في نحطها كده. يعني اي حاجه بقى، جوز هند عندك، اي حاجه تلزقيها وسيبيها لما ايه، لما الشوكولاته تجمد. هيمسك ده كله فيها اهو. حطيها هنا. شايفين انا عامله كذا شكل اهو. وهنا برضو شايفين كذا شكل اهو. يعني انتي تقدري تعملي بقى الاشكال. على فكره دوت من الاول خالص انا عاملاه، دهنته بياض بيض ورحت لازقاه في السوداني. تعملي الشكل اللي ممكن في بندق، في عين جمل. بعد ما يخرج ممكن تعملي شوكولاته بيضه، مربى، شوكولاته غامقه، اللي يعجبك. شوفي انت عايزه اشكال ايه. ممكن تسيبيه كده على فكره، بس هو السابليه بيبقى جميل لما تلزقيه في بعض. اخلصهم بقى واوريكم في الاخر هيبقى الكل شكله عامل ازاي. يلا مع السلامه. كده خلاص شايفين عملناهم ولزقناهم. شايفين السكر ده اللي عاملاه بنتي، هي اللي مزوقه الطبق ده بذوقها. يا رب يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. ولو عجبتكم قناتي وعجبكم اللي انا بقدمه، يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. مع الف سلامه.